يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن حاجة مهمة ناس كتير سألتني عليها الفترة اللي فاتت، وهو الكاستنج. في حاجات كتير هنتكلم فيها في موضوع الكاستنج ده، بداية من امتى حضرتك أو حضرتك تكوني مهيئين إن انتوا تروحوا أساسا تعملوا كاستنج. ايه فرق بين انواع الكاستنج، سواء الكاستنج اللي انت بتروح فيه المكتب او الكاستنج اللي بتبعتوا فيه الداتا بتاعتكم او الشوريل على الايميل. ازاي نعرف المكاتب اللي شغاله لوحدينا من غير ما نبتدي نلجأ لحد ونساله؟ انت لوحدك او انت لوحدك تقدروا تستشفوا وتعرفوا ايه المكاتب اللي شغاله، وازاي نعرف نوصل لعناوينها، ايه المواعيد المناسبه اللي تكون المكاتب فيها شغاله فنبتدي نروح. لما نيجي نروح هناك نعمل كاستنج المفروض نخلي بالنا من ايه، ازاي يكون منظرنا لطيف كده واحنا بنعمل الكاستنج، ونعمل ايمج حلوه بحيث ان المكاتب تبتدي تتواصل معانا بعد كده. وهنتكلم برضو في نقطة مهمة قوي قوي، اللي هي ليه المكاتب بيسألوك انت نقابي ولا لا، او هل لو انت مش نقابي هل في مشكلة، هل ممكن انت لو مش نقابية ما تمثليش، وايه ليه بيختار حد نقابي وممكن ما يختارش حد غير نقابي. كل ده هنتكلم فيه على مدار حلقتين عن موضوع الكاستنج، وهحاول اغطي كل الجوانب اللي جات لي اسئلة من خلالها. ويلا بينا نبدأ. ورجعت لكم تاني وهنتكلم بقى في النقط باستفاضة. أول نقطة هنتكلم فيها في موضوع الكاستنج، إمتى الشخص يبقى مهيأ إنه يبتدي يروح يعمل كاستنج. أنت لما بتروح تعمل كاستنج أو بتروحي تعملي كاستنج، كل ما كان عندك اكسبيرينس أو خبرة في المجال ده هيفرق معاك جدا، لأن أنت مش كل 10 دقايق هتروح تعمل كاستنج. أنت بتعمل الكاستنج وبتستنى مثلا 3-4 أشهر وبتروح تلف على المكاتب تاني بتعمل أبديت. كنت بفاجئ بناس كتير لسه مش مستعده، وفجاه مثلا واحد زميلي راح او واحده زميلتي راحت كاستنج، فانا يلا نروح معاها نجرب حظنا. النقطه دي نقطه مهمه، لان انت لما هتروح تعمل كاستنج الداتا بتاعتك بتتسيف في المكاتب، فانت كل ما كان عندك اكسبيرينس اكتر او خبره في المجال اكتر ده هيخليك تبقى تطلب اسرع. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انت لو كنت خدت ورشه او 2 من ورش التمثيل، فده طبعا انت في الاسئله اللي بتتسالها هتبقى قايل انا خدت ورشه ولا لا. فطبعا اللي واخد ورشه او واخد ورشتين ده طبعا بيبقى ليه اولويه اكتر ان هو يطلب في المكاتب، غير لو واحد مش واخد ورش خالص. تمام. واحد مثلا لسه مخلص ثانويه عامه مثلا راح يتعلم سواقه، خلص كورس السواقه اللي انت بتاخده وتعالى، لان ده هيفرق برضو. وانت بتقول ان انت بتعرف تسوق غير اللي ما بيعرفش يسوق. باخد كورس سباحه مثلا، انا بتعلم سباحه، استنى لما اخلص الموضوع وابقى خلاص بعرف اعوم اروح. باخد كورس مثلا رقص معاصر، باخد كورس غنى. اي حاجه انت بتبتدي تاخدها او خبره بتزودها لخبراتك دي مهمه جدا جدا، لان هو كل الكلام ده انت بتتسأل فيه في الكاستنج. فانت لو واحد يعرف مثلا يعوم، بيعرف يسوق عربيات، بيعرف يغني، بيعرف يعزف، كل الحاجات دي بتدعمكم ان انتوا يجي لكم اختيار في مسلسل او في فيلم او في اعلان او هكذا. فدي حاجة مهمة قوي قبل ما نفكر أساسا نروح نعمل كاستنج. يبقى التوقيت مهم، إن أنا ببقى عارف أنا واصل لغاية إيه، ولو ممكن أستنى شوية وأطور من نفسي شوية ده بيبقى أفضل. تمام؟ تاني بقى سؤال مهم، هو أنا إزاي أعرف المكاتب اللي شغالة ولا لأ؟ ناس كتير بتقعد تسأل وتسألني طب إحنا نجيب المكاتب منين؟ الموضوع بسيط جدا يا جماعة، ونشغل بس دماغنا شوية هنلاقي الموضوع بسيط. انتوا كلكم بتتفرجوا على أفلام ومسلسلات، نتفرج كده بعد ما المسلسل يخلص أو الفيلم يخلص نتفرج على التتر. هنيجي نبص على الفيلم او المسلسل، نبتدي يبقى موجود اسماء الكرو كلها موجوده في التتر في النهايه او في بدايه الفيلم، على حسب بقى فيلم او مسلسل، او بيحطوه في البدايه او النهايه، وساعات بيبقى في الاثنين. نبتدي نبص كده هنوصل لغايه ما نلاقي كلمه كاستنج، مكتب كاستنج، اللي هم ابتدوا خدوا منه الممثلين والممثلات. نشوف الاسم ده ايه. في مسلسلات هنلاقي المسلسل ده مثلا عاجبني او انتاجه ضخم وكده وبيتكرر في كذا فيلم او كذا مسلسل، بنلاقي مكتب كاستنج كذا، مكتب كاستنج كذا. روح ماسك ورقه وقلم، تبتدي تكتبي اسم المكتب ده، كده عندي مكتب 2 3. على مدار فتره كده هتلاقوا نفسكم في 5-6 مكاتب احنا عرفنا ان هم دول شغالين. يبقى احنا كده عرفنا اسماء المكاتب اللي احنا ممكن المكاتب دي موثوق فيها ومكاتب كبيره مش مكاتب نصب، فنروح ندور عليهم. نبتدي بقى ممكن نخش ندور على الانترنت، نبتدي نسال الناس المكاتب دي فين،
وفي الاخر لو حد طبعا يعني في مكاتب ما عرفهاش ممكن يتواصل معايا على الصفحه بتاعت المخرج البير انطون. انا معايا لسته بالمكاتب ممكن ابقى ابعتها، يعني اللي حابب يتواصل معايا على الماسنجر وانا هبعت له على طول الليست بتاعت المكاتب. يبقى احنا كده عرفنا ايه المكاتب اللي شغاله، عرفنا نوصل لها ازاي، وعرفنا امتى اروح المكاتب. تمام. التوقيت بقى نفسه دي حاجه مهمه برضو نخلي بالنا منها، لان في ناس بتيجي من المحافظات، فانت يا عيني ما تبقاش جاي من المحافظه الصبح من الساعه 10 ونازل بقى تقول انا هلف لفه بقى على المكاتب. لا، المكاتب دي 90% منها بيبقى فاتح بعد الظهر، يعني ممكن من الساعه 4 5 لغايه بالليل. فانت لو جاي عايز تلف لفه اعمل حسابك ان هتلف اللفه دي بعد الظهر مش الصبح. اكتريه المكاتب بيبقوا حوالين منطقه المهندسين او الدقي، فانت تبقى عامل حسابك ان انت هتيجي تلف في هذه المنطقه، عشان لو انت جاي من محافظه بعيده، لان في اكتر من حد، وبالذات لو في بنات كان اكتر من حد كلمني، فكانت البنت يعني تبقى جايه مثلا من الصبح، جايه مثلا هي وصاحبتها او معاها والدها او حد كبير ورايحين يلفوا، فبتبقى مشكله ان هو بيبقوا مش عارفين يروحوا فين. فاللي عايز يعمل كاستنج المكاتب بتفتح بعد الظهر مش الصبح. هنتكلم بقى في نقطة مهمة تانية، هي لما يجي لي كاستنج ويكون بيقول لي ابعت الحاجات بتاعتك على الايميل. تمام. لازم تكون الصور حديثة على قد ما تقدر. هو ممكن يطلب منك كذا صورة متصورلهوش نفس البوز بتاعك، فهو في الغالب بيحتاج حاجة كلوز اب عشان يبين ملامح وشك كويس، محتاج صورة تاني فول شوت يعني من بداية فوق راسك لغاية تحت رجليك، يعني انت جسمك كله يبقى واضح او جسمك كله يبقى باين. لازم نخلي بالنا برضو ان الصور لما تتبعت لازم الريزوليوشن يبقى قوي، يعني تكون متصورين في استوديو يا الا بكاميرا كويسة، بلاش الصور المهزوزة دي والصور القديمة دي ما بتنفعش. الداتا برضو لما بتتبعت على الميل تكون داتا حديثة مكتوب فيها السن بالظبط، يعني هو كده شايف الشكل، فانت ممكن انت مثلا سنك 30 سنة بس شكلك يدي 20 25، فبتكتبي السن الطبيعي وهو كده شايف الصورة، بس هو لازم يحطك في الكاتيجوري بتاع السن، فهي مش فارقة، هنكتب السن مظبوط وصور مختلفة ليا بس من غير نظارة من غير كاب، يعني حاجة ما تداريش على الملامح، بلاش بقى نظارات شمس، يبقى الشكل واضح والصورة في إضاءة كويسة. لو استورته في الاستوديو يبقى حلو، وزي ما قلنا تبقى أحجام مختلفة، واحدة يبقى جسم كله باين، وفي صور تاني بروفايل مثلا أو فاصل اللي هو وش يبقى باين، وهكذا. اما بقى لما هنروح مكاتب الكاستنج ايه اللي هيحصل؟ هتخشوا المكتب، هتقف قصاد الكاميرا، هيقول لك اسمك ايه، طبعا تتكلم بثقه وتتكلمي بثقه، بلاش اللجلجه، لان كل ده بيبان، يعني هو الداتا دي اللي بتتصور هو بيبقى فيه مخرج بيشوف، فلو انت حد بتتكسف او انت بنوته بتتكسفي فده يعني تخلي بالك ان انت رايحه لازم يكون في ثقه، ان دي اللي بتفرق من واحده لواحده او من واحد لواحد. فبنتكلم بثقه، مبتسم مبتسامه كده جميله، اسمك ايه؟ اسمي كذا كذا كذا، رقم تليفوني كام؟ تقول الرقم واضح، بلاش بقى تروح وتنسى الرقم، اللي رحت قبل كده مع حد بيعمل كاستنج رقمك كام؟ نسي الرقم، فانت نسيت رقمك اللي هو يعني 11 رقم، هتفتكر بقى شوط كامل ولا مشهد انت المفروض فيه كذا سطر، فخلي بالنا من الحتت الصغيره دي لان بتوع الكاستنج بيخلوا بالهم منها. فانت رايح مركز في الداتا بتاعتك كلها، بلاش تتوه، بنضحك مبتسمين. هيصورك الاول فاص اللي هو وشك جاي من فيس يعني بس بالفرنسيه، او يقول لك بروفيل يمين بروفيل شمال، يعني يمينك وشمالك هتتصور، لف، بتعرف تعمل ايه. هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انت كل ما كان عندك خبرات اكتر ده انت كده بتبقى متميز، لان ممكن يكونوا مثلا المخرج مثلا عايز دور حد بيعزف، فانت لو بتعزف خلاص، حتى في مسكتك للآلة مش شرط انت هتروح تعزف بجد يعني، بس مسكتك للآلة زي قبل كده في حلقة من الحلقات بتكلم ان في مخرج جايب البنت المفروض بتلعب كمانجا، فماسكه الكمانجا كده حطها هنا، هو الكمانجا بتتحط كده يا جماعه مش بتتحط كده، فالمخرج كده مش فاهم والممثل مش فاهم، وطبعا لو حد فاهم يقعد يضحك عليهم، انا نفسي قعدت اتريق عليهم ايه ده. فدي مهمه. بتعرف تسوق قول، ما بتعرفش قول. حصل برضو موقف، انا بحب كل حاجه ابقى بالدليل، ما بحكيش حاجه من دماغي. حد في احد الافلام من 3 سنين قال له بيسالوه، قال له ما انا بعرف اسوق. خلاص تمام يا باشا تمام. جاء فعلا الطلب ان هو يطلع في مشهد، المشهد ده المفروض بيسوق عربيه اوتوماتيك، هو شغالها خلاص، ظبط الفتيس وقام مشي، بقى هو ما بيعرفش يسوق فعليا، فراح لابس في حاجه وتعور الولد، فطبعا دي كانت مصيبه. فانت ما بتعرفش مثلا لو انا بعرف اعوم، ما هو لو انت كاتب بتعرف تعوم فانت ممكن وارد ان المشهد بتاعك هتنط في الميه، هتنط في بسين، فانت ما تقولش حاجه او انت ما تقوليش حاجه مش عارفاها، ما تقوليش انا باليرينا بعرف ارقص باليه وتيجي يقول لك يلا هتعملي مشهد تيجي مش عارفه تقفي على صوابعك ولا تيجي تلفي تروحي واقعه في الارض. فالنقط دي نخلي بالنا منها، يعني ما نقولش حاجه احنا مش شاطرين فيها خالص. ما اقولش ان انا بغني وانا صوتي مش حلو، او بتون وداني مش كويسه فما بسمعش التون صح. الحاجات دي ما ينفعش نكذب فيها
لان انت هتبان يعني هتبان. فما ينفعش ان احنا نقول انا بغني، انا برقص، انا بسوق عربيات، انا بعزف، وفي الاخر هيجي حضرتك تطلب في الدور يقول لك اتفضل، وهيبقى منظرك بايخ قصاد الناس، وهيتعلم عليك بعد كده في مكتب الكاستنج ده ان انت مش هتدخل المكتب ده تاني، خلاص اتعلم عليك. فنخلي بالنا من النقطه دي، نقول المعلومات بصدق، وما نقولش حاجه احنا مش يعني مهاره احنا لا نمتلكها. حاجه مهمه ما ننساهاش بالذات البنات، انت رحتي عملت الكاستنج وكان شعرك طويل، حلو، طالما انت شعرك طويل يعني خلي يعني ما تبقيش رايحه بعد ما تخلصي الكاستنج تطلعي على الكوافير تروحي قصه شعرك، غيري الفورمه ما فيش مشكله، انما ما تقصيش شعرك لو شعرك فيه طول معين، يعني وارد ان انت مثلا شعرك ليس طويل واصل لغايه مثلا في ظهرك من ورا، فانت وبتلفي بان شعرك، فكان مثلا مخرج في عمل ما كان بيدور على بنت عامله شعرها ليس وشعرها طويل، فيجي مثلا يقول له انا عايز البنت دي، انت حضرتك خلصتي الكاستنج ورحتي قصيتي شعرك، طب انت هيعمل لك ايه؟ ما هو مش هيروح يجيب لك باروكه ب 3 4000 جنيه، ما خلينا واقعيين، ما انت مش نجمه، احنا دلوقتي كلنا بنبدا، احنا ناس مبتدئين، فهنطلع نعمل ادوار بسيطه، ادوار ثانويه زي ما بيقولوا، مجاميع كده، فما ينفعش ان انت تكوني بتعملي عامله قصه وشعرك طويل وتروحي قصه بعد كده، استني شهر شهرين لغايه ما ايه، لو مش كده تبتدي تغير قصه وتروحي تعملي كاستنج تاني باللوك الجديد. وانت كولد برضه ما تبقاش مثلا مربي دقنك وتروح متصور بتاع فياخدوك بقى في شكلك دقنك، عايزينك مثلا في عمل معين محتاج دقن طويله، وفجاه طلعت طقت في دماغك تروح حالقه، يجوا يتصلوا بيك تعالى اعمل دقنك، تقول لا لسه والله بربيها، يقول لك طب خلاص اقعد بقى في البيت ربيها براحتك يا حبيبي. والعكس، مش انت كنت حالق يعني حليق الدقن وفجاه رحت مربي لهم دقنك، وتيجي تقول لهم لا والنبي انا تعبت عليها وحطيت كريمات فمش عايز احلقها. فنخلي بالنا من النقطه دي، ان انت في خلال الفتره بتاعت شهر شهرين ممكن وارد ان انت تطلب في دور او انت تطلبي في دور، فبلاش نغير اللوك اللي احنا تصورنا بيه، او نبتدي نروح نعمل بقى كاستنج جديد باللوك الجديد. دي حاجه مهمه جدا 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 نخلي بالنا منها. وبكده حلقتنا تكون خلصت، تستنوني الحلقه الجايه هكون بكمل فيها الكلام عن مكاتب الكاستنج وعن مكاتب الكاستنج النصابين وازاي اعرف ده نصاب ولا مش نصاب، وهنتكلم عن كارنيه النقابه. لو كنت اضفت لك معلومه او استفدت اي حاجه جديده ما تبخلش ان انت تعمل لايك وشير. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا، سلام.